أسألكم سؤال، يعني ما هو مشروعك في الحياة؟ شنو مشروعك في الحياة؟ شنو المشروع اللي أنت بتقدمه تلقاه أمام الله وينفعك بعد موتك؟ هل مشروعك في الحياة هو أنك أنت والله تطبع مصاحف، ولا مشروعك في الحياة أنك تنشر علم، ولا مشروعك يعني أذكر واحد من المشايخ جزاه الله خير قعدت أتكلم معه قال تصدق بالله يا شيخ مشروعي في الحياة أن يكون عندي 1000 محاضرة وتنتشر بين الناس ويستفاد منها. واحد قال لي شيخ أنا مشروعي في الحياة أن يكون عندي على عدد أيام حياتي مصاحف، إذا الله تعالى عيشني 1000 يوم يكون عندي 1000 مصحف، إذا عشت أنا 2000 يوم عندي 2000 مصحف، على كل يوم في حياتي رزقني الله تعالى في صحة وعافية أتصدق بمصحف. واحد ثاني قال أتصدق عن كل يوم بدينار، والثالث قال أنا مشروع حياتي. هذا بالنسبة اللي عنده أموال، هذا بالنسبة اللي عنده قدرة على النفق، هذا بالنسبة للعالم مثلا. يعني واحد طالب علم ولا عالم قال أنا والله مشروع حياتي أن يكون عندي 1000 محاضرة، عندي 1000 كتاب، عندي مثل غيرهم من أهل العلم. طيب يا أخي عوام الناس والناس كلها، طيب شنو مشروع حياتي؟ وهالبنت مسكينة اللي قاعدة في البيت شنو مشروعها؟ هذا الإنسان اللي الأم المربية شنو مشروعها؟ أنا أقول في مشاريع أخرى يستطيع الإنسان من خلالها. على سبيل المثال إصلاح الأم لأولادها، هذا مشروع حياتها أصلا. هذا مشروع حياتها أن الأم ولدها يحفظ كتاب الله، أن ولدها يتربى تربية صالحة، هذا مشروع أقدم فيه بين يدي الله، ويقعد الولد يدعو لي بعد وفاتي. الأب لما يصلح بيته وزوجته ويهتم في زوجته ويهتم في خدمه ويهتم في تربية أولاده ويعتني بهم، ويترك السهر في الدواوين ولا الطلعة في المقاهي، ويترك القيل والقال والسفرات واللي ما له معنى، ويركز جهده وماله وحياته على إصلاح أولاده، تربيتهم، توجيههم للدين حتى يطلعون صالحين وينفعوني بعد الممات. كل ركعة، كل سجدة، كل دعاء، كل عمل صالح يعمله أهلي وأولادي هو في ميزان حسناتي، هذا مشروعي، هذا على كبري أنا. واحد ثاني لا والله مشروع مدرسته اللي يدرس فيها أنه يحاول قدر المستطاع يصلح الطلاب. واحدة ثالثة مشروعها وزميلاتها في العمل، أني أنا والله هذا مشروعي أصلح الزميلات اللي معي في العمل، أصلح البنات اللي معي في الدراسة، هذا مشروعهم هي كبنت. في مشاريع أكبر، في واحد مشروع لا والله أنا مشروعي على مستوى الحي، ما هو مشروع على مستوى البيت ولا مستوى القرية ولا مستوى عيالي. أنا عندي قدرة أني والله أخلي لي جلسة مع الحي يوم في الأسبوع، أنا مشروعي أني أوزع أشرطة على الحي، أنا مشروعي أني والله أستضيف عالم من العلماء يوم في الأسبوع في مجلس ولا في بيتي وأجيب أهل الحي. أنا مشروع والله امرأة مشروع للحي أن تجمع نساء الحي يوم في الأسبوع، هكذا. في واحد مشروع أكبر لا والله مو على مستوى البلوك ولا البيت، على مستوى منطقة أكبر، هو مشروع إمام المسجد أن يكون له مشروع في منطقته. هذا المشروع مشروع موسمي، عنده في رمضان مشاريع، عنده مشاريع. الأكبر هي مشاريع الأنبياء طبعا، مشاريع الأنبياء هي مشاريع إصلاح أمة، مشاريع الأنبياء هي مشاريع تغيير دول، مشاريع الأنبياء هي مشاريع تغيير حضارات. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر الناس هما وأكبر الناس عقلا وأتقى الناس وأعلم الناس، مشاريعهم كبيرة أصلا. ذلك إخواني أخواتي نصيحة في آخر هذه الرسالة، لازم تفكر جيد يكون ما هو مشروعك في الحياة، لازم يكون عندك مشروع.